أول طيارة تدخل للحدود الفلسطينية وتعبر في الهواء ومحدش يقدر إن هو يعترضها كانت الطائرة الجزائرية المحملة بالمساعدات. لأول مرة في التاريخ الجنود الإسرائيليين لم يستطيعوا إسقاط هذه الطائرة بسبب ما فعله الضابط قائد الطائرة الجزائري، وتم تدريبه عليها، لأن هذه الطائرة كانت تحمل بعض المواد الهامة للفلسطينيين، وبها أيضا مجموعة من الدروع وواقي الصدر، فعليا واقيات تحمي الجسد بالكامل للفلسطينيين صغيرا وكبيرا. وتم تحميل هذه الطائرة بالمواد الغذائية التي تدوم لفترة طويلة، مثل المعلبات والتونة وغيرها من الأنواع التي تستمر معهم لشهور فعليا، لأن الجيش الإسرائيلي كما نعلم قد دمر كل شيء حول الفلسطينيين، وأنهم لا يستطيعون أن يكون عندهم أي متاجر للشراء منها أو أي مكان لاستخدام الآدمي للفلسطينيين. قامت هذه الطائرة بالعبور فوق الجيش الإسرائيلي وهو يشاهدها بأم عينه، ولكنها في النهاية استطاعت الوصول إلى الأراضي الفلسطينية وهبطت بالفعل على أرض صلبة، وقامت بإنزال بضائعها بالكامل. وعادت الطائرة بعد تعثرها في البداية للأراضي الجزائرية كما تشاهدون. كان الضابط يحدث مناورات كثيرة في الهواء لكي لا يستطيع الجيش الإسرائيلي إسقاط الطائرة أو التعرف عليها بأنها هل هي طائرة بالفعل تخص الجيش الإسرائيلي أم طائرة تخص جيش آخر أو بلد آخر. وبالفعل كانت الطائرة كأنها تعوم في بحر، تعلو وتطفو، تعلو وتطفو فوق السحاب، وكأنها تداعب. مشاهد رائعة، مشاهد في غاية الروعة للطائرة الجزائرية. والطائر حقيقي حقيقي برافو، برافو بجد، برافو بجد. الجزائريين عملوها لأول مرة إن هم يقدروا يوصلوا حاجة زي دي، لأن أي بضايع كانت بتدخل فلسطين كان بيتم تفتيشها، يعني حتى المواد الغذائية وكل شيء بيصل لإخواتنا طبعا داخل، بعد تفتيش بيكون تفتيش داخلي وخارجي إيه اللي بيدخل لهم بالظبط. ولكن يا جماعة، زي ما حضراتكم شفتوا، الطائرة استطاعت الوصول في وقت قياسي جدا جدا مع الضابط الماهر.